السلام عليكم. رجعنا لكم اليوم بعجة جديدة. اليوم طبختنا عجة. مكونات طبختي: اول شي بدي احط باقة بقدونس، حبة بطاطا بدي ابرشها طبعا، وعندي هون كم سنتوم، قرن فليفلة، تقريبا بصلة كبيرة، وهي توابل، و5 حبات بيض، معلقة كبيرة ملح، وطحين 4-5 معالق تقريبا يعني. وعندي هون التوابل، بدي احط فلفل احمر، نعناع، كمون، معلقه كزبره، ومعلقه بهار مشكل، كمان بيقولوا له بهار حلبي. طبعا هدول كلهم مقدارهم بالمعلقه الصغيره. وانا الثوم هون رح دقه دق، والبطاطا رح ابرشها برش. هي مكونات طبختي. هلأ ملاحظة صغيرة مشان فرم البقدونس: حاولوا تفرموها من أول مرة ناعم، ما ترجعوا تعيدوا عليها لحتى البقدونس ما تطالع المي اللي بقلبها. يعني وقت نفرمها كتير بتلاحظوا انه بتطلع على الفرامة عبارة عن عصارة خضرة، ساعتها قوام البقدونس كمان بتغير. وهيك برشنا البطاطا، فرمنا الخضرة، والثوم دقيته دق طبعا. وهي هلأ رح نضيف باقي المكونات. رح اضيف التوابل. اول شي ملح حسب الرغبة، التوابل اللي عندي.